كتسمعوا ديما باللي الحب هو تضحية، ولكن وش تقدر تضحي بطرف من ذاتك لشخص كتحبه؟ نادية عطات لراجلها أغلى ما كتملك، عطاته حياتها وعطاته كليتها باش تنقذه من الموت. ولكن نهار بدات كتشافى من العملية اكتشفت فاجعة خلات قلبها يتكسر كتر من جسدها. قصة اليوم غد خليكم تعيدوا النظر في بزاف ديال الناس اللي دايرين بيكم. القصة: نادية وأحمد كانوا كوبل كيبانوا سمن على عسل. أحمد مرض بفشل كلوي حاد وحياته ولت مهددة. نادية بلا ما تفكر دارت التحاليل ولقت باللي كاين تطابق. دارت العملية، تبرعات ليه بكليتها ورجعات ليه الحياة. ولكن الصدمة فين كانت؟ نهار بدات نادية كتعافى بدات كتلاحظ باللي أحمد ما بقاش كيبات في الدار، وباللي المعاملة ديالو ولات باردة. وفاش واجهاته كانت الفاجعة. أحمد كان على علاقة مع امرأة أخرى، وبمجرد ما ضمن باللي الكلية خدامة وصحته رجعات طلب منها الطلاق وخرج من الدار، وخلاها بموجوعها وجرحها اللي باقي مبراش. الخاتمة: أحمد ما داش معاه غير كلية نادية، دا معاه الثقة ديالها في البشر. وش هاد النوع من الناس يستحقوا فرصة تانية؟ ولا القانون خصو يعاقب على خيانة التضحية؟